You're making massage only in the street. Yeah. It's like street massage. الأرض هنا نظيفة بشكل غير طبيعي. أكتر شيء بيميز المدينة هنا هي العربيات دي اللي هتلاقوها في كل مكان. مدينة ملاكا قصتها قصة يا جماعة. مدينة قصتها بتبتدي من ان هي كانت الاول عليها اختلافات كتيرة جدا من كل دول العالم. في اوورد اسمها ازيان كلين تورست سيتي، ودي بتتعمل عشان تتعرف بينها المدن الجميلة او المدن المختلفة بالنسبة للسياح. والمدينة اللي اخذت ان هي واحدة من انظف المدن في جنوب شرق اسيا هي مدينة ملاكا. فعلا تستحق ان هي تكون انظف مدينة في اسيا من المناظر الطبيعية الرهيبة والفيو بتاعها المختلف جدا. وده كان سنة 2018 ل 2020. وده زي سلم كده بنطلعه دلوقتي عشان نقدر ان احنا نوصل للقمة بتاعة المدينة. اكتر شيء مخلي المدينة مختلفة جدا ان المدينة كان عليها صراعات من البرتغال وبعدين تم احتلالها من البرتغال. هنا هتشوف منظر طبيعي عالمي، واكتر حاجه بتميز المدينه هي تصميم البيوت معموله بالاسلوب البرتغالي مش على الستايل او الديكور الماليزي. وانت موجود هنا هتشوف اعلى نقطه موجوده في مدينه ملاكا وهي البرج ده، وهو اسمه تامينج ساري تاور. هنا هتشوف المدينه كلها بالشكل والتصميم المختلف بتاعها. التمثال ده اسمه تمثال استي جون باتابيست اللي عملوه هم البرتغاليين. في الوقت ده هم كانوا بيتعرضوا لهجوم كبير جدا من سلطان ملاكا وهو السلطان محمود سياه، اللي كان بيهاجمهم عشان يحاول ان هو يطلع البرتغاليين من ملاكا بشكل كامل. والمميز ان التمثال ده اتعمل سنة 1500 وشكله غريب جدا. ايد التمثال تقريبا مقطوعة. كل جزء في المكان هتلاقوا فيه مكان ممكن تعرف تقعد فيه او ممكن تعرف تستريح فيه، وفي نظافه في المكان كله غير طبيعيه. كل شيء في المكان بيعبر عن الثقافه البرتغاليه وبيعبر عن التصميم البرتغالي بشكل مختلف جدا. المكان كله عباره عن صخر وحجر موجود في كل مكان. في صدى صوت غير طبيعي في المكان لما بتتكلم، ده غير ان تصميم وشكل المكان نفسه بيعبر عن انه فعلا كان مكان للحروب، مسلح ومعمول بتجهيزات حربيه معينه علشان يقاوم كل المضادات والضربات اللي كانت بتيجي من السلطان محمود سياه سلطان ملاكا. لو تلاحظوا هنا في حاجه غريبه جدا، المكان ده جواه في زي كوينز، زي عملات معدنيه بعمله ماليزيا. الناس تقريبا بتحط الفلوس هنا او بتحط عملات معدنيه هنا، بتآمن انه ممكن يكون في شيء من الحظ، ان هتحس انك دخلت مكان برتغالي صريح بكل تفاصيله، بيعبر عن الثقافه البرتغاليه في وقت الحروب. ديكورات وتصاميم وفيها نقوشات وكتابات برتغاليه غريبه جدا. وانا بمشي في شوارع المدينه حاسس ان انا ماشي في فيلم كرتون. الارض هنا نظيفه بشكل غير طبيعي، المدينه كلها نظيفه جدا. حاسس ان انا فعلا ماشي في بيت مفتوح، ممكن تقعد على الارض في اي مكان. ومن احلى واجمل الحاجات في المدينه ان انت هتشوفوا العربيات دي في كل حته في المدينه. Why only in Malacca I will find cars in this design? This is a dry show we call it. Okay. So it's a special design only in Malacca? Yeah, in Malacca. Okay. And I think in Malacca. Okay. You can find this cars. This car only in Malacca. Okay. Historical city in Malacca. Okay. Come to Malacca. واحلى شيء في المدينه ان كل المباني معموله بنفس اللون. هتحس ان انت ماشي في مكان هو كله زي بعضه، كل جزء فيه زي الجزء التاني. هتحس ان انت مش ماشي في شارع. كل مكان في المدينه هتلاقوا فيه زي متاحف. هتحس ان انت ماشي في حاجه زي فيلم كرتون. هاي لويس. اوكي سوري and you? جنسين and you? Shuan. Don't forget to subscribe to the channel, okay? Yeah, sure. Okay. Nice meeting you. Enjoy your day. Okay. You too. احسن حاجه في المكان الماليزيين بصراحه لطاف جدا، يعني اجتماعيين قوي، فبيخلوك تحب ان انت تتعامل معاهم. اكتر شيء بيميز المدينه هنا هي العربيات دي اللي هتلاقوها في كل مكان بالالوان والموسيقى بتاعتها. دي اكتر شيء بيخلي المدينه هنا مختلفه عن اي مدينه تانية. في الوان في كل مكان، في اضاءه في كل مكان، في اهتمام بالنظافه بشكل غير طبيعي هنا. ولاني بقول لكم المدينه هنا بتعبر عن الفن في كل شيء، لقيت زي مكان فيه كم رسومات غير طبيعي زي كاريكاتير كده موجود في الشارع بيعملوا رسومات. Like how long this drawing takes? 1% black and white around 5 minutes. 5 minutes. Yeah. How much?
15 ringgit. 15. Yeah. اوكي. هلو. كمان من الحاجات الغريبه قوي اللي هتلاقوها هنا ان انتوا هتلاقوا ناس بتعمل مساج في الشارع. You're making massage only in the street. Yeah. It's like street massage. Massage. Yeah, for how much? Half an hour, 25 ringgit. Half an hour massage for 25 ringgit. Yeah. اوكي. في مساج بيبقى على الستايل التايلاندي، في مساج بيبقى على الستايل الماليزي. هم هنا بيعملوا المساج ده. It's your first time to make street massage? I make it third time. Your third time. Yes. And you enjoy it? Yeah. دي الادوات او ده الكريم اللي هو بيستخدمه عشان يحطه على رجليه. هو بيجهز رجله علشان تكون جاهزه للمساج، ويبدا ان هو بيعمل المساج دي، بيحط زي كريمز او زي حاجات عشان يقدر ان هو يعمل المساج دي. حاجه غير طبيعيه يا جماعه، غريبه جدا ومختلفه جدا عن اي شيء بصراحه شفته. ثانك يو. باي. ميدان الساعة اللي ورايا ده أشهر ميدان معروف هنا. The best thing here that I'm meeting people from China and people from Malaysia and everywhere. النهر ده من أشهر وأكتر الأنهار اللي موجودة هنا. ناس كتير جدا بتيجي هنا مخصوص بس علشان النهر ده. ألوان الشجر ورايا شكلها جميل جدا، فالشارع كله ألوان وكله بهجة بس علشان يعبر عن أجواء المكان وعن مدينة ملكة. مجرد ما هتوصل هنا هتحس وكأنك وصلت الصين فجأة، لأن المكان كله معمول بالتصميم والديكورات الصينية المختلفة جدا. ده الشاينا تاون. شاينا تاون كله بيكون فيه محلات وأماكن كتيرة مختلفة جدا، لكن عشان النهاردة الخميس هو بيكون مفتوح يوم الجمعة، ولأن المكان ده سياحي فهم بيحاولوا إن هم يحببوا الناس جدا في المكان. احلى واجمل الحاجات هنا ان في ناس بتلعب موسيقى على الشارع، وده مطعم زي نهر، فبصراحه اهتمام بالسياحه بشكل غير طبيعي. تكون قاعد بتاكل هنا في ميوزك شغاله وراك، حاجه تحفه جدا، اجواء مختلفه جدا. محلات كل الحياه الصينيه اللي موجوده في كل مكان في ماليزيا بيكون فيها اماكن بتبيع الكوكيز بنكهات مختلفه جدا. هنا كم حاجات غير طبيعيه كلها بالوان واشكال مختلفه جدا. All of this halal. Halal, yes. All halal. What's the special thing that you recommend me to try? ما ينفعش اعمل تيست من غير جلافز، لازم البس الجلافز. ده حاجه اسمها باندن رولز، خفيفه جدا. دي حاجه عندهم عامله زي الفول السوداني شويه، typically زي الفول السوداني بكل تفاصيلها. دي حاجه اسمها شوجر باينابل، اناناس معمول بالسكر. دي حاجه زي ميكسد نوت، يعني مفيش حاجه غريبه او مختلفه قوي ان انت تجربها. عاوز اجرب حاجه تانية، حاجات بيبقى فيها مثلا اناناس، برتقال، كيوي، انواع فاكهه مختلفه. طبعا شيء طبيعي جدا ان انت في كل الاماكن بيكون في حاجه اسمها تيستر، فانت ممكن تفتح وتجرب ده. طعمها كانك بتاكل سمك تونه، بس بصراحه مش احلى حاجه خالص. بصوا شكل الكوكيز. اوكي، هنا طويل جدا جدا، حبيتها جدا جدا. Very nice experience. Thank you. انواع حلويات او فروتس حقيقي كويسه، طعمها ما كانش احلى حاجه، تجربه مختلفه. الشارع ده من اشهر واكتر الشوارع هنا المعروفه جدا، واكتر شيء بيميزه هو المباني الحمراء اللي موجوده في كل مكان. طول ما انتوا ماشيين في الشارع هتلاقوا اللمض والحاجات بتاعه رمضان دي، وكمان هتلاقوا في اضاءه في كل مكان. والشارع ده يا جماعه من اشهر واكتر الشوارع المعروفه هنا بالرسمه بتاعته، كلمه ويلكم تو ملاكا. وانس ان انت تيجي هنا يبقى ده انت جيت اهم واكتر شارع معروف هنا في مدينه ملاكا. في بدايه اليوم هو افضل واحسن وقت انك تيجي تشوف المدينه. هشوفكم بكره في جوله جديده ومغامره جديده. اشتركوا في القناه، انشروا المقطع بكل مكان، وادعموني استمر في سفر وتجارب اكتر. سلمكم الله.